قبل بداية الفيديو لا تنسى الصلاة على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ظهر كأس السوبر الإفريقي في شكله الجديد للمرة الأولى عقب وصوله إلى السعودية تمهيدا لتسليمه لبطل النسخة 33 من المسابقة بين الأهلي أو الزمالك. مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي تقام بحلول 9 مساء غد الجمعة على ملعب المملكة أرينا في السعودية. ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف صورا جديدة لشكل كأس السوبر الذي يظهر للمرة الأولى بعد الإعلان عن تصميمه فقط قبل حوالي شهر من الآن. ويحصل الفائز من مباراة الأهلي والزمالك على كأس السوبر الإفريقي في شكله الجديد بالنسخة 33 للبطولة التي تجمع بين بطلي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. الأهلي يعد الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الإفريقي 8 مرات، ويأتي الزمالك خلفه مباشرة ب4 ألقاب، وكليهما يبحث عن اقتناء النسخة الجديدة من الكأس وإضافتها إلى دولاب البطولات. إن كنت محب للنادي الأهلي لا تنسى الاشتراك في القناة، وإن كنت محب لنادي الزمالك لا تنسى الاشتراك في القناة. طالع أيضا السوبر الإفريقي، الأهلي بزيه التقليدي والزمالك بالأسود الكامل. صور كولر: هناك مفاجأة في التشكيل أمام الزمالك، وسأحسم الأسماء بعد التدريب المسائي. جوميز يمتدح 3 أشياء في الأهلي ويكشف أسباب أفضليته على الزمالك: حرفنة وكرات حلزونية وانطلاقات كالسهم. مواجهة ثنائية بين الشحات وزيزو في السوبر الإفريقي. أن عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس.